بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أيامكم وأوقاتكم بكل خير. نلتقي بكم مجددا في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج والصلح خير، وسط هذا الديكور لمحطة قسنطينة الجهوية. البرنامج يبث مباشرة من قسنطينة ابتداء من الساعة 9 إلى غاية 10:10 بحول الله تعالى. نجتمع بكم بفضل الله تعالى في حلقة جديدة مع فضيلة الدكتور السعيد بويزري، الذي يحاول دائما إصلاح ذات البين من خلال عودته إلى الكتاب والسنة النبوية الشريفة والسيرة العطرة. إذن برنامج الصلح خير يرحب مجددا بكل من يتواصل معنا ويتصل بنا عن طريق هذا المباشر. البرنامج أيضا يقوم بعرض الخلافات والنزاعات وإصلاح ذات البين لكل من بحث عن الصلح يجد ضالته بحول الله تعالى في برنامج والصلح خير. من محطة قسنطينة الجهوية لكم مني تحية الفريق التقني العامل معنا هذا المساء، وسنعرض عليكم في البداية الأرقام الهاتفية والتي بإمكانكم التواصل فيما بيننا من خلال هذه الأرقام التي سأذكر بها وستشاهدونها في أسفل الشاشة بين الفينة والفينة. إذن 031 93 13 87 031 93 14 45 031 93 13 87 031 93 14 45. نشكر كل من يتواصل معنا عن طريق البريد الإلكتروني صلح@entv.dz. وفي هذه الحلقة فتحنا صفحة على الفيسبوك وهي والصلح خير @yahoo.fr والصلح خير @yahoo.fr لكل من أراد أن يتواصل مع هذه الصفحة لعرض القضايا وربما لطرح بعض المواضيع المهمة في برنامج والصلح خير. فضيلة الدكتور السعيد بويزري يتواجد معنا ومعكم من وسط هذا الفضاء الإعلامي التلفزي لمحطة قسنطينة الجهوية. مرحبا بك دكتور. مرحبا أختي نجاة، كيف حالك؟ بخير الحمد لله. عجبك الديكور دكتور؟ ما شاء الله، نسأل الله دوام النعم وتمامها إن شاء الله دكتور. إذن دكتور في هذه قبل ذلك ما هي الكلمة التي ربما تشير إليها في بداية البرنامج ونحن نبث البرنامج من محطة قسنطينة الجهوية مدينة الإصلاح ومدينة العلامة عبد الحميد بن باديس؟ تفضل دكتور. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في برنامجكم والصلح خير. مرحبا يسوان لا أسلام نوان دي البرنامج نوان دي تساسن بكل دورث. في هذا اليوم المبارك حل برنامج الصلح خير ضيفا في هذه المدينة العريقة، مدينة بن باديس رحمه الله، رائد الحركة الإصلاحية في الجزائر. هذا المعلم المربي المفسر لكتاب الله عز وجل. فلا يمكن لأي إنسان يزور قسنطينة إلا ويذكر أعلام هذه المنطقة، في المنطقة زاخرة بأعلامها وعلمائها وصلحائها. أسأل الله عز وجل أن يرحم الموتى منهم وأن يحفظ الأحياء منهم. وكذلك أتوجه بالشكر الجزيل إلى الفريق التقني العامل معنا في هذا الوقت في محطة قسنطينة الجهوية. جزاهم الله خير الجزاء على الترحاب وعلى هذه الضيافة وعلى هذا الكرم وعلى هذه التضحية، فجزا الله الجميع خير الجزاء إن شاء الله دكتور. إذن دكتور في هذه الحلقة خصصناها أو عنوناها بالتقوى والصلح. قال تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. قلت لي قبل بداية البرنامج دكتور من ثمرات التقوى ثمرة الصلح، ومن ضمانات نجاح الصلح التقوى. كيف على الدكتور أن يربط العلاقة بين التقوى والصلح، خاصة ونحن ندرك ونفهم فضل الإصلاح بين الناس؟ تفضل دكتور. أكيد فضل. نعم، العنوان التقوى والصلح. ما هي العلاقة بينهما؟ أجيب عن هذا السؤال أختي نجاة بما يأتي بيانه.
أولا هذا العنوان مأخوذ من قوله تعالى كما تفضلت بالقول في أول سورة، في أول آية في سورة الأنفال. نعم. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. نعم. هذا جزء من الآية الأولى في سورة الأنفال. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. التقوى هي أصل للصلح، بمعنى آخر الصلح ثمرة من ثمرات التقوى. نعم. من زرع بذور التقوى في قلبه سيستجيب لأمر الله الداعي إلى الصلح. ربنا يقول والصلح خير. نعم. ربنا يقول في آيات كثيرة لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فهذه الآية لم تستثني أحدا. نعم. لم تقل الآية أو إصلاح بين المؤمنين. نعم. أو بين الجيران أو بين الإخوان، بل قالت أو إصلاح بين الناس. نعم. أي بلا استثناء. فالآيات في هذا الباب كثيرة، وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم كثيرة أيضا. وإما نذكره في هذا الباب حديث أبي هريرة حينما كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله، بلى يا رسول الله. إذن هم أرادوا أن يعلموا ما هو هذا العمل الذي يرقى إلى هذه الدرجة السامقة. نعم. إلى هذه المثابة. نعم. العالية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إصلاح ذات البين. إذن إشارات كثيرة جدا لا يتسع المقام للتفصيل فيها، فقد ذكرنا كثير منها في الحلقة السابقة في القرآن الكريم وفي أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، تبين بأن الصلح ثمرة من ثمرات التقوى. بمعنى نعم. اللي خاف ربي واللي يتقي الله عز وجل كيصرى أي نزاع يقبل الصلح. نعم. يقبل الصلح. يجب علينا ذلك. يجب عليه. نعم. هذا من باب اللزوم المنطقي. نعم. يعني التقوى تستلزم حتما قبول الصلح وقبول نعم. نتائج الصلح. هذا الجزء الأول من المعادلة. نعم. الجزء الثاني قلت أن التقوى هي ضمانة لنجاح الصلح. صحيح. نعم. ممكن أختي نجاة الإنسان يقبل الصلح، يصير نزاع ويقبل الصلح، ولكن بعد ذلك ينقض هذا الصلح. نعم. يولي لا ينفذ مقتضيات الصلح. نعم. لا ينفذ التزاماته المترتبة عن مجلس الصلح. ولكن إذا كان يخاف الله سيكون حريصا جدا على تنفيذ جميع الالتزامات سواء كانت مكتوبة أو شفوية. لأن بعض الناس أختي نجاة يقول لك أنا وريني أعطيني يعني كري، أعطيني وثيقة. نعم. الثقة في الوثيقة. نعم. ولكن قولوا لا اللي خاف ربي قال في القرآن الكريم في أول آية في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. نعم. في سورة قاف ربي قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن فالتقوى هي ضمانة كبرى لنجاح الصلح وصمام أمان لدوام الصلح. لدوام الصلح. نعم. إيمان تقولين هناك اتصال؟ إيمان إذا كان هناك اتصال نأخذ اتصال ثم نشاهد الروبورتاج في مدينة قسنطينة. طيب كنا نشاهد ونستمع إلى فضيلة الدكتور وهو يتحدث ويقنع جميع الناس، جميع ربما المتخاصمين، على أن فضل الإصلاح له أهمية كبيرة في حياتنا اليومية حتى تستقر أنفسنا وتستقر الأسر ويستقر المجتمع. نحن كما تشاهدون في محطة قسنطينة الجهوية. إذن كانت لنا جولة في مدينة قسنطينة التي عرفناها بإنجابها للعلماء والفقهاء والمصلحين. تابعوا معنا هذا الروبورتاج في ركن نزوركم في بيوتكم، ثم نعود لأخذ اتصالاتكم في هذه السهرة المباركة، سهرة الصلح من قسنطينة. دكتور أنا في مدينة قسنطينة. نعم. كما قلت لي من قبل ربما زرتها من قبل دكتور. لا زرتها مرارا الحمد لله. مدينة تعلقت بها قلوبنا، مدينة العلم، مدينة الصلاح، مدينة الكرم، وهي دائما إن شاء الله ولودة، دائما تبدع وتنتج وتبني رجال ونساء في مستوى خدمة الخير والصلاح إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بارك. الله يبارك فيكم. بارك الله فيكم.
هي قسنطينة مدينة الجسور المعلقة والممتدة بين الصخور. دكتور، نحن الآن بمدينة قسنطينة، جئنا لبث برنامج الصلح خير من قسنطينة مباشرة. دكتور، زرت قسنطينة من قبل وكنت قد تحدثت معي عن هذه المدينة العريقة وعن المربي والمصلح العلامة عبد الحميد بن باديس التي تفتخر به مدينة قسنطينة. تفضل دكتور. لا يمكن لأي شخص يزور هذه المدينة العريقة مدينة قسنطينة إلا ويجب أن يتحدث عن رائد الحركة الإصلاحية بالجزائر الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله. هذا الرجل العظيم، هذا الرجل الذي وفقه الله عز وجل للإصلاح، للتربية، للتعليم، ووفقه الله عز وجل لوضع برنامج شامل مستوعب لجميع مناحي الحياة، برنامج يشمل بناء الركائز وبناء المراكز. فهذا البرنامج مستوحى من وحي الله الطاهر، من القرآن الكريم ومن السنة النبوية المطهرة، فكان برنامجا مستوعبا للمجال التعليمي، لتعليم الصغار وتعليم الكبار وتعليم النساء، ويشمل كذلك الجانب التربوي التزكوي والجانب الإصلاحي، إصلاح المجتمع ومحاربة البدع والخرافات، وكذلك اهتم بالجالية الجزائرية وتهتم بالجانب الاقتصادي وبالجانب العلمي، فوفقه الله عز وجل أن يفسر القرآن الكريم. فابن باديس هو مفسر القرآن الكريم على مدار 25 سنة. وفقه الله عز وجل أيضا لشرح موطأ الإمام مالك، هذا الديوان يعتبر من أعظم دواوين الإسلام. هذا ابن باديس رائد الحركة الإصلاحية في الجزائر. هو المسجد الأمير عبد القادر بقسنطينة، هذا المعلم التاريخي الذي يتربع على مساحة هي للعلم وللصلح والإصلاح. دكتور سعيد بوزيل نتواجد الآن بمسجد الأمير عبد القادر بمدينة قسنطينة. دائما دكتور يركز في برنامج الصلح خير على ضرورة أن المسجد تكون له عدة رسائل، من بينها رسالة الصلح في المسجد. ماذا يقول فضيلة الدكتور سعيد بوزيل؟ نعم، نحن بداخل مسجد الأمير عبد القادر بقسنطينة. قسنطينة مدينة العلم، مدينة الصلاح. هذا المسجد سمي باسم الأمير عبد القادر الجزائري. الأمير عبد القادر الجزائري هو كان طالب زاوية، وأبوه كان شيخ زاوية، فنعلم أن الزاوية تبني الركائز قبل المراكز. والأمير عبد القادر خريج الزاوية، هو أول مؤسس للدولة الجزائرية الحديثة، وصاحب الانتصارات، فكانت حياته رحمه الله صفحات مشرقة للانتصارات والإنجازات الكثيرة، وهو الذي كان يقول لكل وقت رجال. أما بالنسبة للمسجد، حقيقة المسجد مؤسسة دينية اجتماعية، يراد بالمسجد تحقيق جملة من المقاصد، وأكبر مقصد وأكبر رسالة بعد الرسالة التعبدية الإيمانية، ثم تأتي الرسالة التربوية، ثم تأتي الرسالة الإصلاحية. فالمسجد لا بد أن يؤدي هذه الرسالة، ولا بد أن يحققها عمليا من خلال نشر ثقافة الصلح وتجذير ثقافة التسامح في المجتمع، فيتخرج رواد المسجد وهم مشبعون بثقافة الصلح وبقيم التسامح لينشروها في المجتمع، فيظل الجامع محركا وموجها للمجتمع.
قسنطينة تزخر أيضا بمعالمها التاريخية، كيف لا؟ وقصر أحمد باي دليل على ذلك، متحف للتراث الجزائري. حرف تقليدية عرفتها أيادي قسنطينية منذ القدم، وهي النحاس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد المحترف. إذن ويبقى برنامج والصلح خير جسر من جسور التواصل بينكم وبيننا، بين البرنامج وبين المشاهد الكريم. دكتور، وأنت تتابع هذا الروبورتاج كنت أود أن أطرح ربما معادلة مثل معادلة التقوى والصلح. عندما نتحدث عن قسنطينة يحضر العلامة عبد الحميد بن باديس، وعندما نتحدث عن العلامة تحضر قسنطينة. دكتور، هل هي معادلة يستطيع الدكتور أن يفيد بها المشاهد الكريم في هذا البرنامج قبل أن نأخذ الاتصالات؟ دكتور، صحيح. حينما كنت أقرأ منذ أكثر من 30 سنة عن تاريخ ابن باديس الحافل بالأعمال الجليلة، فقد كان حاضرا مع القرآن الكريم من خلال تفسيره لكتاب الله العزيز. نعم. كما قال محمد العيد: بمثلك تعتز البلاد وتفخر، يعني في قصيدة يمدح بها يعني عبد الحميد باديس يوم الاحتفال بختمه لتفسير القرآن الكريم. فقد كان حاضرا مع القرآن الكريم وحاضرا مع السنة النبوية من خلال تفسير شرحه وبيانه لموطأ الإمام مالك، وكان حاضرا أيضا في تعليمه لجميع شرائح المجتمع، وهذا بعد نظر، بعد استراتيجي عميق جدا جدا، من خلال اهتمامه بالإعلام، من خلال اهتمامه بالصحافة، من خلال اهتمامه بالجانب السياسي، التوعية السياسية والجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي. فقلت ربما هذا الرجل عمره 90 سنة أو أكثر، ولكن سبحان الله كان عنده فقط 51 سنة، وقدر الله أن يهدي لي أحد الإخوان واحد الصورة، بطاقة تعريف لابن باديس. نعم. بطاقة تعريف أي الكاميرات ربما تستطيع الذي ولد في 1889 5 ديسمبر، وتوفي في 16 أبريل 1940. يعني عمره فقط 51 سنة. نعم. فقط، ولكن رب سبحانه بارك في عمره. نعم. وهذا هو المراد، البركة في العمر. نعم. لذلك تتشرف قسنطينة أن ينتمي إليها ابن باديس وتنتمي إلى ابن باديس. ربما شعر بدني قبل قليل دكتور عندما رأيت في المواصفات البطاقة تاع العلامة ابن باديس، قرأت كل المواصفات ولكن استوقفت عند أنديجان. يعني دكتور، فرنسا وما فعلت بالعلماء وبالفقهاء وبالمصلحين. هذا الرجل كان يقول: نعم، الجزائر ليست فرنسية. نعم. ولن تصبح فرنسية ولو أرادت. نعم. شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب. رحمه الله. عن أصله وقال مات فقد كذب. رحمه الله. نعم. والشيخ البشير إبراهيم الرئيس الثاني لجماعة العلماء المسلمين، نعم، سئل مرة قال له: نقول فرنسا بكسر الفاء أم نعم. فرنسا؟ نعم. فقال: كسروها كسرها الله. هذا كلام للشيخ البشير رحمه الله، وهو عالم من علماء الجزائر، العلامة البشير الإبراهيمي. نأخذ أول اتصال من قسنطينة. تقول المخرجة إيمان وكل الطاقم التقني اللي معها يتصل بنا بلال جعفر. مرحبا بك بلال من قسنطينة. أهلين وسهلين. كيف حالك بلال؟ أولاً الحمد لله. الله يا أخي العزيز. في مدينة الشيخ عبد الحميد بن باديس قسنطينة. نعم. أهلا بك وبالأستاذ المحترم الدكتور سعيد بويزري. أهلا ومرحبا. شكرا جزيلا بلال. نعم.
أول شيء يعني ربما تسمحوا لي أن أبدأ عفوا من الموضوع الذي انتهى إليه فضيلة الدكتور سعيد بويزري. نعم تفضل بلال. يعني العلامة الشيخ عبد الحميد بن باديس أيضا أصلح الله به أمة، وبرنامجكم اسمه هو صلح خير. نعم. وكلنا يذكر أن الشيخ عبد الحميد بن باديس كانت له مواقف في الإصلاح، سواء الإصلاح نعم. في العقائد أو في أفكار الناس أو في مناهج التعليم وغير ذلك، وخاصة قضية الصلح المشهورة في مدينة قسنطينة فيما أظن سنة 1934. نعم. وأحداث قسنطينة ودور الشيخ عبد الحميد بن باديس في حفظ دماء سكان وأهل مدينة قسنطينة. لكن لو تسمحي لي أستاذة نجاة أن أتقدم إلى فضيلة الدكتور ببعض الأسئلة التي تكرمتي. أولها فيما يخص أحيانا يعني ندخل في وساطات صلح بين الناس. نعم. يعني ويكون هناك طبعا اعترافات بالخطأ من الطرفين وما شابه ذلك، وبعد ذلك في حال فشل الصلح وحاول أحد الأطراف إقحام الوسيط في مشكلته من خلال استدعائه للشهادة أمام العدالة. نعم. هل للوسيط أن يكون الطرف يشهد ضد طرف آخر بناء على اعترافات؟ يعني هذا السؤال الأول. السؤال الثاني فيما يخص استعمال الصلح كذريعة للهروب من العقوبة. بعض الناس خاصة في قضايا الاعتداء يعتدون على الناس وبعد ذلك يأتي ويطلب الصلح فيحرج الطرف الآخر. وإذا لم يقبل يقول أنا طلبت منه الصلح وهو لم يقبل بذلك. نعم. ولو تسمحي أيضا بسؤال ثالث طبعا. تفضل بلال. الله يبارك فيك. أيضا فيما يخص يعني اكتفاء بعض الوسطاء بالمحاولة الأولى في الصلح، بمجرد أن يفشل خلاص يقول الناس فشل، ولا يراعي يعني الشروط الصلح من أنه يجب أن يكون صابرا وأن يجب أن يستعمل بعض الحكمة، قد لا ينجح في الأولى ينجح في الثانية، يعني بعض التوجيهات. وبما يخص السؤال الآخر عدم الالتزام بالاتفاق الصلح. أحيانا نصل في جلسات صلح الاتفاق بعض الناس لا يلتزمون. يعني هذه مجموعة من الأسئلة رجاء الإجابة عليها، وشكرا جزيلا. بارك الله فيك على مرحبا بكم مرة أخرى في قسنطينة. مرحبا بكم. أستاذ جعفر عجبنا الحال وقيلا نبقاو غير هنا في قسنطينة، واش رايك؟ مرحبا بكم. الله يبارك فيك. أنتم ضيوفنا، مرحبا بكم. شكرا سي بلال، بارك الله فيك. بارك الله فيك. أهلا وسهلا بكم في عاصمة الثقافة العربية. مرحبا. بارك الله فيك. مرحبا بك أيضا معنا في برنامج والصلح خير، ونرحب بكل من يحاول الاتصال بنا. لا بأس زميلة المخرجة، أرجوك أذكر بالأرقام الهاتفية 031 93 13 87 031 93 14 45. إذا لكل من أراد أن يتصل للمشاركة أو لإدلاء برأيه في برنامج والصلح خير. إذا لم يكن هناك اتصال، إيمان والطاقم التقني اللي معها ربما نرى في المسألة اللي طرحها بلال جعفر. إيمان، هل هناك اتصال؟ طيب دكتور، تدخل يعني بلال جعفر من خلال البداية التي كانت حول العلامة عبد الحميد ابن باديس. دكتور تفضل مع سلسلة الأسئلة اللي طرحها حول الوساطة، الوسيط القضائي وتقنيات الصلح ربما بالنسبة للمتخاصمين. تفضل دكتور. لك الفضل. أولا نتوجه بالشكر الجزيل لأخي العزيز بلال جعفر. ففعلا كان سواء التعليق نتاعو أو الأسئلة نتاعو كانت ذكية جدا ومفيدة ووجيهة دكتور. وجيهة، نعم بارك الله فيه. نعم. أما قولك عن العلامة عبد الحميد باديس أنه أصلح الله به أمة، جزاك الله خير. نعم. لأن ابن باديس رحمه الله كان يهتم بقضايا الأمة أيما اهتمام. جميع قضايا الأمة كانت حاضرة، فلم يكن غائبا إطلاقا. نعم. لم يكن غائبا إطلاقا. أستوقفك هنا دكتور. إيمان تقول هناك اتصال. السلام عليكم أخي أو أختي الكريمة. نعم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم سيدي. محمد الإمام من البويرة. نعم يا أختي. السلام عليك أخي الكريم، مرحبا بك معنا في برنامج الصلح خير من قسنطينة. نعم تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
بادئ بذي بدء أسأل دائما على قسنطين الحبيبة إلى قلبي نعم. التي تعلمت ودرست فيها. نعم. وأسأل على مسجد سيدي قموش والجامع الأخضر ومسجد سيدي بومعزة والمعهد العتيق. ما شاء الله. ما شاء الله. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. نعم. السلام ورحمة الله. هي أيضا تسأل عنك يا سيد محمد الإمام من البويرة. مرحبا. نعم تفضل. بادئ ذي بدء أنوه بالمجهود الجبار نعم الذي يبذله الأستاذ الدكتور السعيد بويضري نعم في الانتقال إلى عين المشكلة، وذلك في إطار الصلح خير. نعم. سواء كان ذلك في المحور الوطني وحتى خارج الوطن، فهو دائما في رحلة مكوكية أو بطوطية إن صح التعبير، مفادها إصلاح ذات البين. نعم. وقد ألهمه الله جل وعلا نعم اختيار هذا العنوان الصلح خير، وهي حصة أزلية إن شاء الله رب العالمين لا تزول بزوال الرجال. نعم. لأن عنوان درايتها إصلاح ما أفسده الشيطان. واسمحوا لي هنا أن أنوه بمن سبقوا نجلنا سعيدا، وهو سليلهم مما لا غر فيه. نعم. وهي الحركة الإصلاحية وعلى رأسها ابن قسنطين الشامخة رائد النهضة الفكرية والإسلامية. نعم. الإمام العلامة الشيخ عبد الحميد بن باديس طيب. نعم. الله ثراه. نعم. الذي كان عنوان حركته الإصلاح وما أفسده الشيطان والاستعمار. نعم. وبما ان الاستعمار قد ذهب الى غير رجعه فان الشيطان باق. نعم. ولهذا سخر الله المقتدرين عليه من ثلة العلماء لمواصلة هذا الكفاح، وعلى رأسهم صاحب البرنامج الشيخ السعيد بويضري حفظه الله ورعاه. بارك الله فيك سي محمد الإمام من ولاية البويرة. نشكرك على هذا التدخل، يعني خاصة في البداية وأنت تذكر المساجد أين تعلمت في هذه المدينة، مدينة العلم والعلماء. دكتور، أعود عند النقطة التي استوقفتك فيها ونحن نتحدث عن بلال عندما بدأ بالتذكير بالعلامة عبد الحميد بن باديس وأهمية الصلح، وقال أيضا كانت له مواقف للإصلاح في تلك الفترة. تفضل دكتور. صحيح، قال ربنا في القرآن الكريم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. نعم. ويكون الرسول عليكم شهيدا. نعم. نستوحي من هذه الآية أن الشهود المقصود هنا في القرآن هو الشهود العملي الشهود. نعم. الفعلي. نعم. ذلك ما جسده الإمام العلامة إمام الجزائر ابن باديس. قام له مواقف عديدة في الإصلاح، في إصلاح العقائد، في إصلاح الأفكار. نعم. وفي إصلاح المجتمع، وفي نعم. إصلاح مناهج التعليم. نعم. يعني سبحان الله العظيم عز وجل، ربي أعطى له مواهب كثيرة جدا، وكانت حياته كلها بركة والحمد لله رب العالمين. لذلك الآن بقدر ما نذكر إمام الجزائر ابن باديس، نعم. نوجه رسالة إلى شباب اليوم، نقول لا بد أن تعتزوا بأمجاد هؤلاء، وهذا هو المهم. نعم. نعم. وكذلك الأستاذ الفاضل الحاج محمد الإمام جزاه الله خير أيضا على تدخله الذي ينسجم مع تدخل أخي العزيز بلال. نعم. في الحقيقة الرسالة إلى الشباب لابد أن نعتز بهذا المخزون الثقافي العلمي، هذا الميراث الذي تركه أولئك العلماء الأعلام. نعم. ولكن الاعتزاز بأمجاد هؤلاء الرجال لا يمنعنا إطلاقا من بناء أمجاد على أمجاد، وهذه رسالة ثانية. ما أجمل أن نعتز بأمجاد الأجداد، ولكن الأجمل ثم الأجمل أن نبني أمجادا على أمجاد. نعم. أشكرك يا أخي بيل على هذا التدخل. أما بالنسبة للأسئلة سأجيب عنها واحدة واحدة إن شاء الله. إذا كان أذنتي نجاة نبدأ في الإجابة. نعم دكتور تفضل. طيب. نعم. وطبعا أي اتصال وقفيني على طول يعني. نعم دكتور تفضل. السؤال الأول لأخي بلال بالنسبة لوساطات الصلح.
اعترافات يعني أحيانا الخصوم يعترفون بالخطأ إلى آخره. وفي حالة فشل الصلح هنا السؤال، أحيانا يتم إقحام الوسيط أو رجل الصلح بإلزامه بالإدلاء بشهادته أمام العدالة. نعم. لأنه في مجلس الصلح هذا الوسيط أو رجل الصلح يستمع إلى اعترافات، إلى شهادات وإلى أقوال. اثنين. نعم. نعم. ربما طرف من الأطراف في حالة فشل جلسة الصلح يستثمر هذا الأمر ويذكر ذلك أمام هيئة المحكمة ليستدعى لإقحامه بالإدلاء بشهادته أمام الخصوم. يا أخي العزيز، أعتقد هذا لا يليق إطلاقا، لا من ناحية الشرعية ولا من ناحية الأخلاقية. لأنه الخصومة حينما تحصل فأطراف النزاع عندهم خيار. إذا أرادوا اللجوء إلى رجال الصلح، يعني اختاروا بمحض إرادتهم أن يجلسوا أمام رجال الصلح أو رجل الصلح. طيب، فهم اختاروا هذا الطريق، المفروض يحترموا قواعد هذا الإجراء من البداية إلى النهاية. فلا يصح الخلط. أما إذا اختاروا طريق التقاضي لا طريق التراضي فهم أحرار. ولكن طبعا ندعو دائما الناس إلى قبول الصلح. والصلح هو إجراء ودي لحل النزاع في وقت وجيز وفي أسرع وقت وكذلك بلا تكاليف. وبالمناسبة أذكر السادة المشاهدين أن مجالس الصلح ليست بديلا عن القضاء. بل هي وسائل ودية كفيلة بتحقيق الصلح بطريقة ودية فقط. ولا يجوز إطلاقا إقحام هذا الوسيط أمام القضاء لإدلاء بشهادته، ليسمح للقاضي بما أوتي من أدوات ومن تقنيات ومن مهارات من أجل الوصول إلى الحقيقة في منأ عن رجل الصلح. نعم دكتور، سنعود إلى بلال مرة ثانية في التساؤلات التي عرضها على البرنامج. نأخذ اتصال من ولاية الشلف من السيد أحمد. السلام عليكم أخي الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى مرحبا بك أحمد معنا في برنامج والصلح خير. نتحدث عن الصلح والإصلاح، ونتحدث في حلقة عنوانها التقوى والصلح. تفضل أحمد. والسلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. وجعل الجنة مثواي ومثواكم يا رب. أمين أجمعين. اللهم اجعلنا مفتاحا للخير مغلاقا للشر إن شاء الله. يعني بصفتي كنت رئيس لجنة دينية من قبل وفي مسجد، وإلا أنه تعرضنا لضغوطات في ولاية شلف. أما الآن يعني المسجد نتاعنا تم فتحه بعون الله سبحانه وتعالى، ولكن اليوم ماناش في ذاك المسجد ماناش يعني متعاونين، ماناش عندنا شوية عداوة يعني من طرف أشخاص يعني لا داعي لذكرهم. واليوم يعني الحمد لله المسجد يعني في محيطنا، إلا أنه لم نصلي فيه جماعة. ولكن الصلح هنا كما قال الإنسان اللي تكلم من ولاية البويرة، يعني الصلح يعني باش ندرقوا الأمور اللي حتى باش تخلي يعني ندرقوا الغطاء السيئات الناجمة عن تلك الأشخاص، يعني التجئوا للصلح. وربي سبحانه يقول والصلح خير. والصلح خير. نعم. ولكن هنا يعني هل يعني احنا دروك سؤال فقط سيد الدكتور. هل يعني احنا مادام عندنا يعني نزاع صغير، هل يعني احنا ذوك ماناش نمشوا لهذا المسجد والذي تعبنا عليه يعني وكذا وبنيناه وكذا وكذا وكذا، إلا أنه اليوم ماناش نصلوا فيه. دكتور، لا تريد أن تعلم النزاع بين من ومن. مداخلة جديدة. سيد أحمد ربما يريد أن الدكتور أنه يسألك في سؤال. تفضل. ممكن طبعا دون ذكر الأشخاص طبيعة النزاع. هل هو نزاع فقهي يعني الخلاف بسبب الاختلاف في الفقه، أم بسبب الاختلاف في التسيير في تسيير المسجد؟ ما هي طبيعة هذا النزاع؟ بارك الله فيك. أنا ما حبيتش نتدخل في هذوك. ما تذكرش الأشخاص أحمد، قل برك طبيعة النزاع وفقط. طبيعة النزاع، طبيعة التسيير يعني فقط.
تسيير. نعم، جزاكم الله خير. واضح. شكرا. خلاف حول التسيير. واضح. بارك الله فيك. وذوك الناس يقول لك يعني لقبونا يعني بأقبح الأسماء، يعني لحقت يلقبونا بأقبح العبارات وكذا وكذا، يعني لحقت حتى العدالة. واليوم نعم. لما يعني بصفتي كرئيس لجنة دينية يطلبوا مني الصلح، ولكن اليوم ما فيهاش، يعني ما ربي يقول والصلح خير، ولكن ما قدرناش في هذه الظروف، يعني في سوء السير ما قدرناش. لا يريد الصلح. ستسمع التوجيه، الرسالة وصلت. نعم. فهمني دكتور؟ واضح. فاهمين. نسمع التوجيه يا أخي أحمد. السلام عليكم. والدين النصيحة. نعم. ومرحبا بكم عندنا في ولاية. الله يسلمك. بارك الله إن فيك. شاء الله إن شاء الله نزوركم في ولاية شلف إن شاء الله. أحمد، شكرا على هذا الاتصال. مهم جدا القضية اللي عرضها سيد أحمد، ونحن نتحدث عن التقوى والصلح. نأخذ اتصال. تقول إيمان: سيف الدين من ولاية عنابة، أليس كذلك؟ سيف الدين، أين أنت يا سيف الدين؟ سيف الدين من ولاية عنابة يتصل بنا. السلام عليكم أخي الكريم. السلام ورحمة الله. مرحبا بك سيف الدين. يعيشك يعيشك اختي. نعم. نعم. حاب نسألكم سؤال فيما يخص عندي طفل خويا عاقد ومفتح على امرأة. سؤال يعني أسري. نعم. الأخ تاعك عقد على زوجة، خطيبته يعني. خطيبته ثم عاقد عليها، بس مازالت ما دخلش بها. نعم. واستفزته هي، بعثت لها مساج ما قالهاش وجها لوجه. نعم. بعثت لها مساج انت طالق بالثلاثه، درك ما هو الحكم تاعها؟ سيد سيف الدين، الأخ تاعك بعت ميساج للزوجة تاعو. وش قال لها في الميساج؟ بس في حالة غضب هي اللي استفزته. سمعت دكتور؟ يعني بعث لها ميساج بالطلاق بالثلاث هكذا؟ هكذا. نعم. يعني دال فتحة معها وبعدين بعث لها ميساج. بس مازال ما دخلش بها. اي نعم واضح. بس هي اللي وصلته، هي استفزته الى هذا الكلام. هي استفزته باش هو طلقها بالثلاث. لا ميساج برك، هذا ميساج ما قالناش وجها لوجه. بعثت لها رسالة في المحمول. نعم. ما درك ما هو الحكم تاعها. عنده نية طلاق خوك هذا؟ عنده نية ولا هكذا برك؟ لا في حالة غضب هي اللي استفزته. في حالة غضب. في حالة غضب. انت كنت شاهد باللي هي استفزته يا ولا راك تقول هكذا كي خوك يا سيف الدين؟ لا كي خويا الاول، وانا مع الحق. انا وعلى الحمد لله. اذا التقوى والصلح ان شاء الله. نعم. ان شاء الله. بارك الله فيك الاخ سيف الدين من عنابة. نعم دكتور، نعود الى بلال. السؤال الثاني لاخي بلال. نعم. طبعا بالسؤال الاول علاش اكدت على من الناحيه الاخلاقيه ما نقحموش هذاك. نعم. لانه عليه ممكن احد الخصوم ادلى ببعض المعطيات، ببعض الشهادات، ببعض الاقوال بناء على ثقته في رجل الصلح. نعم. خلاص. وصدور الاحرار قبور الاسرار. نعم. الان نروح للسؤال الثاني. نعم. سي بلال، استغلال الصلح كذريعه الهروب من العقوبه. صحيح يحصل هذا احيانا، بمعنى يكون إنسان مثلا يعني ضرب إنسان ولا دار يعني جريمة معينة، وبعدين هو كي يشوف العقوبة يقول قانون العقوبات يعاقب مثلا بالسجن بكذا وكذا وعقوبة مالية إلى آخره. نعم. بعدين ممكن يفكر في الصلح فقط من أجل الهروب من العقوبة. نقول لك يا أخي العزيز بلال، أولا نبينا صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه واحد. نعم. رقم اثنين، احنا المهم يتحقق الصلح، وإذا تحقق الصلح بين طرفي النزاع أو بين أطراف النزاع هذا لا يمنع من استمرار الدعوة العمومية لاكسيون بيبليك على مستوى القضاء. لماذا؟ لأنه هذه الإنسان يعتدي على إنسان لازم يدير في باله، ولم يعتدي على شخص واحد بل اعتدى على المجتمع بأكمله. وهذا الأمر اللي موجود في القانون الجزائري وكثير من القوانين الدولية عنده علاقة بشريعة الله عز وجل،
وإن كان هذا في أمر القتل مثلا ربي قال من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ليس هناك نص يعني يبشع جريمة القتل مثل هذا النص القرآني، ومنه جاءت تفريعات وتخريجات كثيرة في القوانين المختلفة اللي عندها علاقة بالفقه بالشريعة الإسلامية. لذلك نقول أن هذاك الإنسان رغم أنه ربما عنده نية باش يفر من العقوبة، معليش احنا المهم نعمل ونجتهد من أجل تحقيق التصالح والتسامح بين أطراف النزاع، والقضية تأخذ مجراها على مستوى المحكمة. وإذا أخذ القاضي في الحسبان إجراء الصلح وخفف من العقوبة، نقول للقاضي بارك الله فيك، فأنت تساهم أيضا في تجذير قيم الصلح في المجتمع. نعم دكتور، نأخذ اتصال من جلمة، من ولاية جلمة. نعم السيد محمد، السلام عليكم أخي الكريم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك محمد من جلمة. نعم لاباس الحمد لله، وأنت بخير؟ نعم السلام عليكم محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طارق، أنت طارق. نعم طارق، اسمح لي غلطت في اسمك. السلام عليكم طارق من جلمة. الحمد لله، وأنت أخي الكريم أنت بخير؟ أبي تحية أبي وتحية كل عامل معك هذه اللحظة. الله يبارك فيك سي طارق. بارك الله فيك. الحمد لله. الحمد لله. حبيت نسي إلى أمر بك أهدى عليه أبي. نعم تفضل طارق. الإنسان الذي لا يقبل الصلح طارق، يعني ما يعتبر من الحد ولا لا؟ لا يقبل الصلح. نعم يعني ما يعتبر من الحد الله سبحانه وتعالى أم لا؟ معذرة طارق، الإنسان اللي ما يقبلش الصلح لا يقبل الصلح، هذا نتحدث عليها أبي في تقوى الله عز وجل. نعم تقوى الله عز وجل. نشكرك طارق. ربي فضله ربي يوفقك إن شاء الله. السلام ورحمة الله طارق من جلمة، ربي يوفقك إن شاء الله ويحسن إليك بحول الله تعالى. دكتور، تقول المخرجة يعني ربما نعود إلى الاتصالات تاع من قبل باش نجاوبوهم، لأنها كلها مهمة ومفيدة، وكل واحد ربما طرح سلسلة من القضايا. نكمل مع بلال، لأنه بلال السؤال الثالث ثم الرابع. نعم السؤال الثالث أيضا مهم. نعم. وذكي قال لك الوسيط أو الوسطاء كيديروا يدخلوا في الصلح، يديروا المحاولة الأولى. نعم. فإذا باءت بالفشل كما يقولوا خلاص يفشلوا هم أيضا يفشلوا. نعم. والله بارك الله فيك على هذا السؤال، لأنه في الحقيقة ذكرني بواحد الموقف. يعني أحد الإخوان جزاه الله خير يعني في أول تجربته في الصلح يعني جاء مباشرة قال لهم شوف نعطي لكم 10 دقائق تفروها، يعني يا تفريوها ولا بقوا على خير. سير كوموند دكتور، يعني سير كوموند من البداية. طبعا مثل هذا الخطاب ما ينفعش يعني. ما ينفعش. لذلك نقولوا للناس اللي دخلوا في الصلح لازم يكون عندهم النفس الطويل. نعم. لازم يكون عندهم الصبر الجميل. نعم. لازم يكون عندهم الشعور بالنجاح ابتداء. نعم. يعني ما يروحش إلى مجلس الصلح وهو منهزم. الجانب النفسي مهم، لأن الخصوم إذا شافوا رجل الصلح أو الوسيط خايف من القضية ولا تعبان ولا ممكن هم يستمروا في النزاع. نعم. أما يجي كما يقول بليسبري دو فانكر، يعني يجي بعقلية المنتصر يقول القضية هذه بسيطة مهما كانت معقدة وستحل. نعم. أنا معكم للطرف إن شاء الله. مهما كان الزمن، مهما طال الزمن إلى آخره. وبعدين إذا كان أنا ما قدرتش أستعين بغيري، ربي سبحانه
يقول وتعاونوا على البر والتقوى. كاين مؤمن، كان صالحين، كاين صالحات. وهذه الرسائل الإيجابية الحاملة للطاقة الإيجابية تخلي هذوك الخصوم يوليهم أيضا يستصغرون قضيتهم. وأقول الوسيط الذي فشل في أول محاولة لا تفشل، لا تفشل. قل له فقط على قدر أهل العزم تأتي العزائم. أنت مباشرة انظر إلى النتيجة. من لاح له أجر الصلح هان عليه عناء التكليف. نعم. محمد الإمام من البويرة دكتور، مازال سؤال الرابع تاع بلال. نعم. قال لك عدم الالتزام بالاتفاق الصلح. نعم. طبعا بعد ما يتصالحوا الخصوم يندار واحد محضر اتفاق أو محضر صلح بالتاريخ الفلاني اجتمع كذا كذا، وبعدين بنود الصلح. ممكن أحد الخصوم لا يلتزم ببند من البنود. بنود الصلح هي كما بنود المعاهدات دكتور بين الدول، نفس الشيء. نعم. لماذا يا أخي بلال اليوم عنوان لقاء اليوم بالبركة نتاع قسنطين الله يبارك التقوى والصلح. نعم. معنى المصلح لازم في ثنايا جلسة الصلح يذكر الخصوم. نعم. يقول لهم يا ناس ربي قال في القرآن يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. نعم. معناه لونجاجمون هذا العقد اللي درته الآن اتفاق لا يجوز لك أن لا تنفذه، لا بد أن تنفذه. نعم. وطبعا هذه الفقهاء خرجوا منها قواعد ومبادئ. من هذه المبادئ مبدأ الوفاء بالالتزامات. رقم 1. نعم. رقم 2 أنه رب سبحانه قال في القرآن الكريم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقم 3 أنك إذا خالفت بندا من بنود هذا الاتفاق فقد عصيت وأنت آثم وأنت مذنب. نذكره بهذه. وربما سمحوا لي بالنسبة للجزائريين نذكره بالرجلة. الرجلة كما يقول إخواننا هنا في قسنطين الرجلة. يقولوا الراجل يتحكم بلسانه. نعم. والمرأة كذلك، ماشي معناتها كي نقول الرجل معنا غير راجل، لا، بالكلمة. نعم. الكلمة. فأوال قرن قبيليث أوال ما يسعى غزال، أوال ما يسعى غزال يتوطى في ورقاس يلسيس، يعني قال كلمة لازم يفي بها. نعم. ولكن في حالة النكوث هنا لا حرج هنا. باش نربط السؤال الرابع بالسؤال الأول، قلت أسئلة ذكية فعلا أنه تقديم هذه الوثيقة للقضاء مباشرة. نعم. لماذا؟ لأنه الطرف الذي التزم ببنود الصلح ما كان حتى حرج لا من ناحية الشرعية ولا من ناحية الأخلاقية باش يقدم يقول أنا تصالحت معاه وهاول المحضر نتاع الصلح. فبالتالي القاضي أكيد سيأخذه بعين الاعتبار. نعم. طبعا وربما أيضا حتى ولو حصل ذلك نقول لرجال الصلح ما تفشلوش. إذا كان حليت 100 قضية وربما 10 قضايا ما نفذوهاش. ورجل الصلح يتسم بالصبر على أمور الناس 90 قضية فرات والحمد لله رب العالمين. لذلك لا ننظر إلى الحالات الفاشلة ولكن ننظر إلى الانتصارات وإلى الالتزامات التي وفى بها جميع الخصوم. وهذا مظهر صحة في المجتمع لابد أن نشجع عليه ونثمن هذا الصنيع. وهو كذلك. دكتور محمد الإمام من بويرة يقول تعلمت في قسنطينة وأحسست بالحنين إلى الماضي. وهو يتحدث عن ربما المساجد العتيقة في ولاية قسنطينة. ثم تحدث عن الإمام المصلح العلامة عبد الحميد بن باديس. تفضل دكتور. الأستاذ محمد الإمام من البويرة أقول له جزاك الله خير على المشاركة في هذا اللقاء. ونقول لك كي كنت تكلمت فكرت الحكمة اللي تقول لا يعرف قدر الرجال إلا الرجال. أنوكسن القيمة جرجازن ذيرجازن وشبه برجاز سير رجزة. وبارك الله فيك. لماذا؟ طبعا فيه بسمة لكن نسمع فيه اتصال من واتسوف. السيد عز الدين تفضل أخي الكريم. نحن في الاستماع في برنامج والصلح خير. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا بك سي عز الدين في برنامج والصلح خير. ربما عندك انشغال أو قضية تطرحها في هذه الحلقة المخصصة للتقوى والصلح. السلام عليكم. مش حالكم؟ عليكم السلام. مرحبا. لاباس الشيخ؟ الحمد لله. الحمد لله. عندي سؤال يا شيخ. تفضل يا أخي. تفضل سي عز الدين تفضل. عندي سؤال يا شيخ. تفضل. تفضل. أنا نسمع فيك عز الدين. نعم.
سي عز الدين ربما تنقص التلفزيون باش ما يكونش الصدى ونسمعوك احسن. عندي واش عندك عز الدين؟ عندك سؤال؟ نعم. قلت لك عندي 6 خاوة. شحال خاوة؟ 6 خاوة. راك معايا يا شيخ؟ عيد يا اخي عز الدين. عندي 6 خاوة، قلت لك من لبي. الله يبارك. نعم، من الاب. نعم، من الاب. لكني مش مستحضرين بيا الشيخ، والاب مازال موجود، غير العقليه الموجه تجي وتروح. كيفاش ما مستعرفين؟ ما راهمش مستحفظين به، ما راهمش مقيمينك لاتين بيك ولا حاقرينك عز الدين. كاين مصطلحات حاقريني مش حاسبيني. على بالك زعفان حاقرينك. ان شاء الله ما يحقروكش يا عز الدين، هم خويا خاوتك. في واش يعني؟ خاوتي وانا الكبير وانا البدري تاع الشايب. كبيرهم. نعم. كبيرهم، وامي مش في الدار، امي متزوجه في بلاصه اخرى عندها 14. نعم. هذا هو سؤالك عز الدين؟ سمعت الشيخ؟ نعم. سمعناك سي عز الدين. معايا الشيخ؟ انا معاك يا سي عز الدين، انا معاك ان شاء الله يجاوبك فضيلة الدكتور. والشايب راهو راح يجاوبك الدكتور على سؤالك. والشايب واش بيه باباك؟ والشايب راهو التريتي تاع فرنسا، يدي في دراهم كبيره وما كان والو. إيه الله يبارك، ربي يبقي يستر ان شاء الله، ان شاء الله على دراهمه ان شاء الله. نعم، ربي يبقي يستر. سمعت الشيخ؟ سمعنا يا عز الدين. يعني بالك فهمنا رساله انه دراهم كبيره هذه راهم يدوهم خاوتك. ما هوش يدي هو هكذا، هذا هو المقصود. يدوا فيهم ولا ما يدوش. اللي جيت دومانديت قلت لهم كيف ما تعاونوني شويه، ما حبوش يعاونوني، قالوا لي ما دراهم الشايب مالاش نمسوا فيها. واضح. هكذا واضح سؤالك سي عز الدين. واضح يا اخي، واضح. نشكرك سي عز الدين من وادي يوسف، نشكرك جزيل الشكر. وسيرى فضيلة الدكتور في القضية تاعك الأسرية. دكتور فريدة تيزوزو يا إيمان، شحال قعدنا من الوقت نأخذ فريدة من تيزوزو باش نجاوبوا على كل اللي سألونا. فريدة من تيزي وزو. فريدة من تيزي وزو، السلام عليكم أختي الكريمة. انقطعت المكالمة. حول الاتصال فريدة من تيزي وزو. دكتور بويرة. نعم، قلت الأستاذ حنين إلى الماضي وإلى محمد الإمام، ففعلا يعني تذكر هذه الذكريات، وإن شاء الله هو يزورها أيضا قريبا. ويزور هذيك المساجد ويصلي فيها إن شاء الله تعالى. وقسنطين راهي ما شاء الله، حتى هذا الاستوديو يعني ما شاء الله اليوم فرحونا كثير. ربي يجزيهم خير يعني القائمين على هذا المحطة. جنود الخفاء اللي ما راهمش يشوفهم المشاهد. نعم. وكذلك نشكر أيضا فريقنا في العاصمة، فلا ننسى خيرهم أيضا وفضلهم. نعم. الله يبارك. ثم النقطة الثانية تحدث الإصلاح بين الناس. نعم. تحدث الأخ محمد الإمام أيضا عن المجهودات. نعم، سبحان الله، هذا الكلام ما شاء الله. نعم. الشيطان هو عدو الإنسان الواضح. نعم. سماها ربي سبحانه العدو المبين، يعني في القرآن الكريم عدو مبين. فهذا العدو المبين لابد أن يتصدر الإنسان، وكثير من الأزمات وكثير من النزاعات سببها الشيطان. نعم. لذلك صدق الإمام البوصيري حينما كان يقول وخالف النفس والشيطان واعصيهما، لأنه كثير من المصائب سببها النفس. وربي قال في أول جريمة وقعت في الدنيا هذه قابيل قتل خوه. قابيل قتل خوه هابيل. وربي حكى في القرآن الكريم كي قال فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. لذلك الإمام البوصيري في بردته يقول وخالف النفس والشيطان واعصيهما، وإنهما محضاك النصح فاتهم، ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. ثم تحدث عن رائد النهضة الجزائري ابن باديس رحمه الله، إمام الجزائر. والرسالة اللي بغى يوصلها لنا الأستاذ محمد الإمام جزاه الله خير، أنه مسيرة الإمام ابن باديس كانت مسيرة عامرة بالإنجازات بالخيرات بالبركات، ولكن جيلنا لا بد أن يواصل المسيرة، وهذا هو الوفاء. وصفة الوفاء صفة عزيزة جميلة. نعم دكتور، أستوقفك لحظة دكتور لأخذ مكالمة من مرة أخرى من ولاية عنابة، ولكن من السيدة أم إلياس. السلام عليكم أختي الكريمة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك أم إلياس في برنامج الصلح وخير من قسنطينة. عندك انشغال ولا قضية؟ أولا بارك الله فيكم في البرنامج الذي أنار الطريق لكل من أراد معرفة دينه. بارك الله فيك أنت أيضا. نعم. أنا عندي مشكل بسيط عائلي. تفضلي. واتقيت الله حتى لا أقع في أشياء لا ترضي الله ولا ترضي عباده. أنا محرومة من رؤية الوالدة. أنت محرومة من رؤية الوالدة؟ نعم. كيف؟ شكون حرمك باش تشوفي الأم تاعك؟ الصراحة هي المشكل من هو أن عندي أخت، أنا الكبرى وهي الصغرى. نعم. وبينتنا ذكور. راهي صاريت لك كيما السيد اللي في واد سوف. نعم. أنا أولا ما عشت معاهم. نعم. عند جدودي، عند جدي من ما وجداتي. يعني الحمد لله، يعني ربوني كما حب رب العالمين. يعني الحمد لله. يعني عندما عدت هنا طبعا كاني اجنبي، لكن فرضت نفسي، كنت دائما استعين بالله، اخشى الله، احاول اتقي الله في نفسي وفي غيري. نعم. والله عليك شهيد. لكن الاخت هذه يعني رب العالمين لم يرزقها بزوج. يعني باباها كي كانوا يطلبوها ربي يرحمه كان يرفض انها تتزوج، لانه شفها طفله مازالت صغيره وهي الاخيره. نعم. بعد وفاه تاعو كانت تمرض عينا بشويه قبل الوفاه. بعد وفاه تاع الوالد صدقيني راني في حرقه. نعم. نشوفها ام الياس ولو مره في الشهر. تحنيتي للوالده تاعك. ام الياس، الوالده تاعك ما تقدرش يعني تفصل في هذا المشكل؟ 83 سنه قالت عليها في بيت حاكمين ساكن وحدهم. لكن حبيت نشوفها نقول لك بحيله. حين نسمع مثلا نكلف واحده من زوجات اخي، لانهم عندنا عماره تاع الوالد ربي يرحمه، وخالتي يسكن كل واحد في شقه وحده. نعم. اللي هداها ربي وشافتها خارجينها، هذا خاطر هما اللي محتاجين عليها هما اثنين. نعم. الاخي الذكرين وانثى. هذوما اللي ما يخلوش يشوفوها خلاص. حتى في عيد سخفت كانها نهدي لها نوكل لها خفشها حطك. نعم. لكن منعوني. سبحان الله. نشوفها يخرجوا على الحمام ولا يخرجوا على الطبيب. منعوك باش شحال ما نشوفهاش. ام الياس، على بالي راكي مقهوره، وعندنا كاع الوالدات ونحسوا ديجا بهذا الشعور. اي واحد يشكي من هذا الموضوع. شحال عندك ما شتيش الوالده تاعك؟ والله نقول لك شوفي، من بعد وفاه الوالد توفى في 14 سبتمبر 2006. كنت نفرض نفسي ونحتم. بعد كي تغلق عليا الباب كله طب ما يفتحوش عليا. نعم. حتى كنت تلاقاها برا ما تحبش تهضر معايا. نعم. رافضه. دوكا نقول لك شفتها اخر مره لفدتها مرت خويا الحمام، عندها عندهم ولا 3 موا. بصح صراحة راهي واحد تخت فيها حتى حسيت بلي بدات تفقد شوية ذاكرة. طيب أم إلياس، الموضوع حساس وراكي متأثرة وتبكي على المباشر. لو كان تكمليها كان نبكوا كامل معاك. يعني ربي إن شاء الله يحفظ لك الوالدة تاعك وتشوفيها. ربما أم إلياس نقترح عليك حاجة مهمة. من فضلك خلي رقم التليفون تاعك، سنتواصل معك، لأنه عندنا المواضيع على عقوق الوالدين. خلي الرقم تاعك للعارضه التقنيه الايمان ولا راهم كلهم ياخذوا التليفون تاعك. خلي لو بورتابل ولا لو فيكس تاع البيت. مباشره بعد نهايه البرنامج سنتصل بك ام الياس، وان شاء الله يكون الخير. تقدري تشوفي على الاقل الوالده تاعك بحول الله تعالى. نعم. سبحان الله دكتور، يعني الصغيره تمنع الكبيره باش تشوف الوالده تاعها. قلوب المتحجره. نعم. ماذا كنا نقول قبل قليل؟ التقوى والصلح. يعني نعم دكتور. نعود هكذا باش نوفيهم كامل نعم. احمد من الشلف اللي قال برنامج مفتاح الخير، قال انه رئيس لجنه دينيه ووقع خلاف في المسجد ونزاع نزاع حول التسيير، وقال كيفاش يكون الصلح. يعني هو هذه العلامه الاستفهام اللي يحملها الى برنامج الصلح خير. تفضل دكتور. لك الفضل. اخي احمد ركز معايا، نعطيك في شكل رسائل. نعم. اول رساله لك ولنا جميعا. نعم. أنه اللجنة الدينية تؤسس مسجدا، ثم بعد ذلك
قد تأتي لجنة أخرى. قبل ذلك دكتور، احنا دايما ننظموا الاتصالات 10 دقائق. وما تنساش 3 دقائق رسائل البرنامج. إن شاء الله ستكون إن شاء الله بإذن الله تعالى. وإذا كان بريد يعني أي حاجة ممكن نجاوبوا عليه إذا كان. طيب قبل ما نفوتوا لأحمد من الشلف نقرأ خلاص معلش. إذا عندنا بريد يقول سيد رابح من تيبازا: عاشت أسرتي الكبيرة نزاعا عقاريا لسنوات عديدة كادت أن تتمزق، إلا أن الله لطف عندما تدخل أهل الصلاح فأصلحوا بين المتنازعين، ومن يومها أرغب في مجال الصلح. فما هي شروط نجاحي في هذا المجال؟ ما شاء الله دكتور، استشارة يعني في الصلح. تفضل دكتور. الأخ رابح إذا كان بسرعة هكذا نسبق فيه، معلش أختي نجاة. نعم دكتور. ونسي رابح الحمد لله أنه القضية الآن انتهت بالصلح، لأنه قال لك النزاع كاد أن يمزق العائلة. ربي لطف والحمد لله رب العالمين. ثم هذا ولد عنده شعور أو حب للصلح. فهذا يعني هذا الشيء الممتاز جدا. أما شروط الصلح يا سي رابح أخويا، كان جملة من الشروط. الشرط الأول هو النية، يعني تعقد النية ابتداء، والنية محلها القلب، أنه تخدم في مجال الصلح. هذا رقم 1. ورقم 2 يكون عندك استعداد للتضحية بالجهد والوقت والمال. رقم 3 كما ذكرنا قبل حين الصبر الجميل والنفس الطويل. رقم 4 لازم تحسن الإنصات إلى الخصوم. الخصوم خليهم يهضروا براحتهم بلا مقاطعة، بلا تجريح، لا بالقول ولا بالفعل. أمر آخر لابد، شرط آخر، أن تثمن إيجابيات الخصوم. أي واحد شوف دار حاجة مليحة أو قال حاجة مليحة ثمنها، هذه باش تستميل قلوبهم. حاجة أخرى، عليك أن تستمع إليهم جميعا من أجل جمع المعطيات كاملة بقدر الإمكان. المعطيات نتاع القضية. رقم 5 ولا رقم 6 يعني كشروط، لازم يكون عندك العلم الكافي، لا من ناحية الشرعية ولا من ناحية القانونية أو الاقتصادية، حسب طبيعة القضية المعروضة. ثم أكثر من ذلك أنك تشرف من البداية للنهاية على هذه المشكلة. ورب يوفقك يا سي رابح أخويا، أنت اسمك رابح، يعني إن شاء الله رابح في الدنيا وفي الآخرة. أعود إلى أخي أحمد. قلت الرسالة الأولى كتكون لجنة دينية بدأت في تأسيس مسجد، وبعدين تأتي لجنة أخرى. أحيانا تتعاقب مجموعة لجان على مسجد واحد. نوجه لهم رسالة جامعة، نقول لهم اتقوا الله، وتفكروا قوله تعالى يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذا رقم 1. رقم 2 الفضل للسابق وإن أحسن اللاحق. أنت ما يجيش واحد جديد يولي ينكر جهود الأولين. رقم 3 تجنب الألقاب هذه المشينة. قال لك لقبونا بأقبح الأوصاف. والله ما هي مليحة. والله ما هي مليحة. ربما غضتهم وعلى بها قال لك الصلح راح يكون ربما ثقيل يعني. لذلك أنا نوجه رسالة أيضا. نقول لك يا سي أحمد، بقدر ما ثقيل ماهيش صفة نتألم معك. نتألم معك. أنك تلقيت أنت وربما زملائك أوصاف مش مليحة، يعني هذا مش مليح. ولكن نقول لك النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يقول لا ضرر ولا ضرار. اسمع على النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إذا كانوا ضروك أنت ما تضرهمش. وربي قال في القرآن ادفع بالتي هي أحسن. لذلك آخر حاجة نقولها لك يا سي أحمد أخويا، أقبل الصلح. أقبل الصلح ولا تهجر المسجد. ما تهجروش المسجد أبدا. عندكم رجال الصلح الله يبارك في الشلف ما شاء الله تعالى، وقبلوا نتائج الصلح. وما تنسوش بأنكم إخوة، وربنا قال في القرآن إنما المؤمنون إخوة. دكتور سيف الدين محمد طارق من قلمع عز الدين وتسوف سيف الدين، أتمنى لو كان خوك يسمع ويتابع هو مع المطلقة نتاعو. باش نقول لهم البورتابل ما جعل ما اخترع للطلاق. البورتابل أو الجهاز النقال المحمول هذا قيس صنع للتواصل. ماشي الناس تضبط مواعيد وديروا شغالهم وكذا وكذا. ما هوش الطلاق بالاسمس هذا لا اله الا محمد رسول الله. يعني كثر كثيرا يعني. هذا الشباب لا حول ولا قوه الا بالله، ربي يهديهم ويهدينا ان شاء الله. عندنا خلاف. هو قال لك استفزته. طيب يا سيدي، اذا كان استفزته علاش يروح لذلك لابد من تأهيل هؤلاء الشباب بصراحة. لابد قبل الخطوبة وقبل الزواج من لقاءات تأهيلية ودورات تدريبية لجميع المقبلين على الزواج من أجل
إدراك ما ينتظرهم في المستقبل من واجبات وتبعات والتزامات إلى آخره، حتى أنه لازم يتعلموا كيف يتصرفوا في مثل هذه المواقف. استفزته بدل من يبعث SMS نتاع الطلاق يقول سامحك الله، نعم، حفظك الله. علاش روح ديرك راكم طلقوا بثلاثة طلقوا نقروا على طول يعني. نعم. رافال من الطلاق. نعم. هذا لا ينفع. لكن يا أخي سيف الدين نقول لك هذا الطلاق قد وقع، إذن وأنصحك باللجوء. لازم هما يروحوا لأي مفتي هناك يعني في عنابة باش يسمع الطرفين ويسأل عن النية وكذا، لأنه الطلاق في الغضب هو غضبان. نعم. ولكن الغضب هذا كان درجات. إذا وصل درجة الإغلاق فلا طلاق لإغلاق في إغلاق. نعم. ولكن إذا كان غضب عادي فالطلاق يقع كما يقع باللفظ، يقع بالكتابة، يقع بالرسول. نعم. ممكن إنسان يبعث مرسول يقول له قول فلان راكي مطلقه، إذن يقع الطلاق. باش ما نجزم، لا أجزم في هذه المسألة نهائيا، قلت الحكم الشرعي، أما الفتوى فأدعوها لأهل الذكر هناك في العنابة باش يسألوا الطرفين ويعطوهم الجواب المناسب، وربي إن شاء الله يصلح بيناتهم إن شاء الله. فإذا كان اعتبروا بطلاق فهو يقع طلاق بائن بين الصغرى، لأنه وقع قبل الدخول، فبالتالي لا بد من فاتحة جديدة ولازم يأخذ العبرة والدرس في المستقبل. نعم. طارق من قلمة دكتور. سي طارق من قلمة، الإنسان الذي لا يقبل الصلح نقول له يا سي طارق وليدي ربي يهديه، هذا واش نقول لك. نعم. لأنه احنا دائما ندعو نقول لازم يكون عندنا الروح الرياضية، روح التسامح والتصالح مهما كان النزاع. يا ناس نفري قضايانا في الدنيا ما نخليوهاش للآخرة، لأنه إذا كان في الآخرة مشكلة ثم في الآخرة. الآن رنا في الدنيا في الأمر واسع والحمد لله، ولازم الإنسان لا تأخذه العزة بالإثم. نعم. بعض الناس يعتبروا الرجلة هي الرجلة. ما نسمحش. نعم. يقول كان لين نتكسر ذين كيرزنا الغرز أي غير ماشي ذنسى. على ما يقول وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذه هي المعايير نتاعنا. نعم. ماشي هذيك الرجل زعما يقول كان ما نتكسرش انا كلمتي وانا كذا وما تناقوش الى يوم الدين، هذا كل الكلام لا وزن له. عز الدين ان شاء الله ربي يبارك فيهم ان شاء الله. عز الدين كون قلت 180 ثانيه باش عز الدين ودسوف 6 خاوه حقروك هكذا تقول سي عز الدين. نعم يقول هكذا. نقول لك يا اخي اول بابك حي. نعم. بابك حي، المفروض يديروا اعتبار الوالد ويديروا اعتبار لك. قلنا قبل حين ربي قال إنما المؤمنون إخوة. ورباط النسب والقرابة الدموية عندها قيمة في شريعة الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قاطع، ويقول في حديث آخر ليس الواصل بالمكافئ. نقول أما أموال الوالد لا يصح الاستيلاء على أموال أو ممارسة الضغط على الوالد، عنده ذمة مالية مستقلة. نعم. فقط إذا كان أعطاه هبة لازم يعدل بين أولاده. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أما خوتك شوفهم رجال الصلح إن شاء الله ويديروا الصلح بيناتكم وما يحقروكش في المستقبل إن شاء الله. يا سي عز الدين فريد القطع. أم الياس عنابة هي آخر وقيل. نعم. أم الياس من عنابة. وسنتواصل مع دكتور، ربما تنتظر تقول لها ربما في كلمة موجزة إن شاء الله. نعم. ربي يمسح لك هذه الدموع يا أم الياس. نعم. وإن شاء الله ما تتحرميش من الوالدة نتاعك إن شاء الله. إن شاء الله. أسأل الله عز وجل رب العرش العظيم أن يرقق قلوب الذين منعوك وحرموك من رؤية الوالدة، تولي تشبعي من الوالدة نتاعك إن شاء الله، وربي يصلح ذات البين فيما بينكم جميعا. وهذا واش نقدر نقول. ربي يرجع المياه إلى مجاريها ويصلح ذات البين، ونتوجهوا بالشكر مع خلاص الوقت. ولا لا دكتور كلمة بالنسبة لي قبل نهاية البرنامج. نعم قبل نهاية البرنامج. نعم. يعني أهم رسائل الصلح نقدموها في لقاء اليوم أن الصلح قيمة سامية. نعم. وآلية فضلى من آلية الصلح، فلا بد أن نرعاها وأن نحفظها. نعم. رسالة الثانية قبول الصلح دلالة على نبل النفس. نعم. اللي يقبل الصلح معناه عنده نفس نبيلة جدا، ودلالة على علو الهمة. ورسالة ثالثة الصفح عن المسيء والإحسان إليه درجة عالية في حسن الخلق. صدق الله إذ يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والله يحب المحسنين. بارك الله فيك دكتور في كل هذه التوجيهات من خلال برنامج والصلح خير الذي خصصناه من ولاية قسنطينة حول التقوى والصلح. نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العدد. نتمنى أن تكونوا قد قضيتم معنا أطيب وأفيد الأوقات. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.